أصعب الحالات اللي حابب أشاركها معاكم إن في راجل كبير في السن فوق ال60 سنة شال ورم من راسه بقاله أكتر من 3 شهور، وللأسف ما حللهاش زي ما الدكتور قال له. ليه؟ لأن هو شاف إن الريحة بتاعة العينة قلبة ريحة البيت عنده، فراح رماها في الزبالة وقال لك خلاص شرناها. وإيه يعني ما حدش يفول علينا إن ده ورم حاجة ولا بتاع، والدكتور اللي شالها حد كبير جدا فمش هيحصل. هو حد كبير لدرجة إن هو قال له حللها، وده كلام محترم جدا. انت ضريت نفسك لما انت شلتها ورحتش حللتها، يا ريتك ما كنت شلتها. لازم تتحلل عشان نعرف ده ايه. وكانت الكارثه ان بعد شهور كان عمال بيغير عليها ما بتخفش وهو مش مستغرب، وراسه قلبت عباره عن تورته كبيره جدا من الصديد، انا اسف بشكل مزعج. وكان جاي علشان حاجه تانية خالص. يعني هو كان جاي اساسا عشان عنده حيل في رقبته، فاكر ان احنا ده خراج وهننضفه له. ولكن للأسف دي كانت بؤر ثانوية مبعوثة من الورم الأساسي اللي كان موجود في العظم بتاع الجمجمة، ومحتاج يتحضر يعمل له فحوصات كبيرة جدا عشان خاطر نعرف هل واصل للمخ ولا لا. فناخد بالنا ان الجراح لما يجي يشيل حاجة ويقول لنا ان احنا نحللها نحللها، لكن ان احنا ما نحللهاش لأي سبب ده غلط. مفيش اي مبرر ان حد يشيل كلكوعة والجراح يطلع حد كويس ويقول لك حللها وانت تقول له لا. ده حد بيتعامل معاك مهنيا صح وطبيا صح عشانك انت تعرف النتيجه بتاعتك فنقدر نتعامل. ولكن دلوقتي بدل ما كنا بنتكلم على ورم شلناه وممكن كان يتم استكمال استئصاله، لان في بعض الاورام لما بيكون حجمها كبير ممكن لو احنا ما حللناهاش جوه العمليات، لان في اوبشن ان احنا نجيب الطبيب بتاع تحليل الباثولوجي جوه العمليات عشان يحللها واحنا شغالين. اوقات بيكون في فاينانشال كونفليكت لو هو هيعملها في الخاص، لو في الحكومه بتتعمل جوه المستشفى التحليل، لو طلع ان لسه الورم محتاج يتزال وده طبيعي جدا منه بعض الحواف فبندخل عشان خاطر نستكمل. لكن انت اتكسفت تروح للجراح اللي شالها لك علشان قال ايه انك انت رميت العينه واتكسفت تقول له. طب دلوقتي هنتكسف من ايه انك انت عندك ورم حصل فيه ثانويات، وهنضطر بدل ما كانت عمليه صغيره استكمال استئصال ان احنا دلوقتي هنعمل تقييم للورم والمدى ووصل لحد فين والبؤر الثانويه دي، وهيتعمل عمليه كبيره جدا لاعاده البناء. ده لو فرضنا اساسا ان الورم ما كانش واصل للمخ. فرفقا بنفسنا وبعضنا البعض، الطب اتطور جدا وعندنا حلول لحاجات كتير، ولكن انت بنعامل انسان. احنا مش بنعامل عربيه وراحت خدت حادثه وهنركب لها وش جديد ونعمل لها عمره ولا نركب لها نص تاني. احنا بنعامل بني ادم ما بيتعوضش، بيكون تعب ليه ولاسرته نفسيا وجسديا وماديا. خد بالك من نفسك، يعني اسال الطبيب، والطبيب قال لك تعمل ايه. ما نهملش نفسنا. الحمد لله سواء في الكفر سواء في البندر سواء في القاهره بره القاهره في اطباء موجودين في كل مكان. لو ما فيش اطباء في اللي حواليك، في دكاتره كتير بتعمل دلوقتي يعني مجرد استشاره اونلاين. ابعت لحد يقول له انا عايز استشيرك بخصوص كذا، هيقول لك وهيدلك. الحمد لله في مستشفيات كتير بتقدم الخدمات دي، مستشفيات جامعيه بتقدم كمان الموضوع الاستشاره الاونلاين لو انت مش قادر على الخاص ومش دافعا ليك انك انت تعمل خاص، لان النوع ده من العمليات اساسا فلوسه كتير. والحمد لله ان احنا في مصر العمليات دي بتتعمل على نفقه الدوله وتبع التامين وليها سكك كتير. فما تقعدش اهم حاجه، وربنا معاك واحنا كلنا معاك كاطباء في كل مكان، ولكن تعامل مع نفسك صح.